السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم كيف العاده جبت لكم واحد القصه اللي هي جد مؤثره الصراحه. ديال واحد الحارس ديال المدرسه ابتدائيه اللي وقع له المشكل فيها وعاش داك الليله الرعب، يعني اكفس ليله في حياته. هي النهار اللي كان عندهم، الليله اللي كانت عندهم الغد اللي غادي يكون الامتحان الموحد ديال السادس. مهم خليكم معنا وتصنتوا القصة من الأول حتى التالي، وغادي تعرفوا القصة. والقصة يعني حقيقية ماشي من الخيال. مهم تبعوا القصة من الأول حتى التالي وما تنسوناش من لي لايك ديالكم، الله يجازيكم بالخير. المهم القصة ديالنا كتبدا وكتقول لكم بلا الاسم ديالي رشيد، كنخدم حارس في مدرسة ابتدائية في مدينة صغيرة اللي هي الاسم ديالها تشيرة. القصة اللي غادي نحكيها لكم وقعت لي بالضبط نهار 20 يناير 2025، يعني الليلة قبل الامتحان الموحد المحلي ديال السادس ابتدائي. كانت مع 11 ديال الليل، المدرسة كاملة خاوية وهو بوحدو اللي جالس فيها. السكات كي كنقولوا والظلام والبرد. هاد الليلة عندي النوبة، دخلت جمعت الأقسام، مسحت السبورة ديال ديال القسم السادس. رتب الطويلات لحقاش غلا غد ليه غادي يدوزو فيهم الامتحان. رتب الطويلات حيت غدا غادي يدوزو فيهم الامتحان، كلشي كان عادي كما يغرم. رجعت للبيت ديالي، شعلت التلفازة صغيرة باش ندوز الوقت، ولكن مع ديك 12 ديال الليل و3 دقائق بالضبط سمعت واحد الصوت، صوت غريب، صوت ديال الطباشير كيكتب في السبوره. كما كتعرفوا داك الصوت اللي كتسمع بحال طق 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 كتابه في السبوره، هكذاك سمعته. في الاول قلت يمكن غير كيتهيأ لي، ولكن ولا عاوتاني تسمع لي داك الصوت نفسه تكرر. قلت ربما يكون الفيران كيقرقبوا. المهم نطت ومشيت بشويه حتى وصلت لباب القسم. حليت الباب بشويه، القسم كان خاوي، طاولات مرتبين، الكراسه مجموعين، ولكن الريحه ديال الطباشير كانت عامره، يعني القسم فيه الريحه ديال الطباشير بزاف. قلت في خاطري واقيلا غير تهيأ لي. رجعت لبلاصتي وجلست، يلا شديت التليفون، عاود سمعت نفس الصوت ديال الطباشير، وهاد المره ماشي بوحدو الصوت ديال الطباشير، سمعت معاه حتى الصوت ديال الدراري الصغار. وجاني واحد الصوت ديال واحد الدري صغير كيقول: استاذه، قالت عندنا ساعه ونص ديال العربيه. والثاني كيجاوبو قال له راه بقى لينا غير 10 ديال الدقائق ونبداو عاوتاني. قلبي بدا كيضرب، قلبي بدا صافي تخلعت بزاف، القلب ديالي بدا كيزدح. شعلت الفلاش ديال التليفون ومشيت كنجري للقسم. حليت الباب وتجمدت في بلاصتي، ما قدرتش نتحرك حيت داكشي اللي شفت كيخلع. المهم هنا صراحة ضروري اي واحد في بلاصتي غادي يحس بواحد الرعب وغادي يتخلع اكيد. القسم كان عامر بالتلاميذ، الدراري وبنات لابسين طبليات زورق راسهم لتحت، وكل واحد كيكتب في الورقه ديالو. الجو بارد بزاف. تقدمت حدا واحد الدري، بغيت زعما مشيت نشد ليه في كتافو نسولو شنو كيديروا هنا. يدي داز من كتافو غير في الهواء بحال ما كاينش اصلا. في داك اللحظه نزلت عيني للورقه ديالو، لقيت مكتوب فيها بخط كبير: الامتحان الموحد المحلي 20 يناير 1996. رفعت راسي بسرعة للسبورة، لقيت مكتوب فيها بالطباشير الأبيض: الله يرحم شهداء حريق مدرسة تشيرة 1996.
يعني المشكل وقع في هاد السنة هادي، وبقى داك القسم دائما فيه نفس، في كل سنة كيوقع فيه هاد المشكل. من موراها بديت نسمع صوت انذار ديال الحريق من بعيد، والصوت ديال الدراري كيغوتوا وكيبكيو. هزيت رجليا وهربت، خرجت للزنقة وانا كنغوت. بقيت حتى الصباح حدا الباب د المدرسة. لغد ليه الصباح دخلت عند المدير سولته، قلت له راه شنو وقع وشنو وقع. المدير الصراحة وجهه تبدل وتخلع، تلون في وجهه. قال لي في قال لي في 1996 بالضبط في 20 يناير وقع حريق كبير في هذه المدرسة مع 12 ديال الليل، وماتوا فيها 23 تلميذ ديال القسم السادس، وهما كيراجعوا الامتحان المحلي. من ديك النهار وكل عام في هذا النهار بالضبط كيرجعوا يكملوا الامتحان ديالهم. واش فهمتوا القصة؟ يعني قصة مرعبة. يعني كل عام كيرجعوا يكملوا الامتحان ديالهم. يعني هما مساكن ماتوا، ديك التلاميذ ماتوا في حريق، وهذا هو اللي خلى داك القسم يعني في كل عام نفس داك الشيء كيتكرر كل عام. يعني مهم قصة مؤلمة شوية. مهم نتمنى لكاع الوليدات اللي دوزوا الامتحانات السادس والتاسع والباك، نتمنى ليهم اللي نجحوا الله زعما العقبه الشواهد الكبار، واللي ما وفقهمش الحظ الله يسهل عليهم والله ينجح الجميع. هادشي اللي كاين. ايوا حتى لهنا كنقول لكم مع السلامه الى قصه اخرى. بسلامه عليكم. نتمنى القصه ديال اليوم تكون عجبتكم. يلا ما تنسونيش من لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.